ازيكم؟ الفرق ما بين التويلت العادي اللي احنا متعودين عليه والتويلت المعلق او القاعده المعلقه. التويلت العادي فيه منه شكلين، شكل بيكون مبين ماسوره الصرف، وده مشكلته ان هو ممكن يخزن ميه او اوساخ وراه وبيصعب تنظيفها. اما التويلت العادي الملاصق للصرف فده بيكون ملاصق للحيطه، فبالتالي ما بيحوش اي حاجه وراه وهو افضل. التويلت المعلق طبعا في ناس كتير بتسالني وانا بعمل لهم مثلا الفيلا بتاعته او الشقه بتاعته، يقول لك هو لو واحد وزنه تقيل قاعد عليه ممكن يقع. طبعا الكلام ده مش مظبوط، لان هو بيكون على مسامير طويله جدا ومتثبت كويس جدا في الحيطه، وبيشيل اوزان من 450 ل 500 كيلو، فصعب. وهو بالعكس هو افضل في العمر الافتراضي بتاعه من التويليت العادي، لان التويليت العادي مع الوقت المسامير بتاعته بتصدي فبتحتاج تتغير، او الاسمنت الابيض بتاعه بيفك فبالتالي بيقعد يلقلق على الارض، فبتحتاج